السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ هذا الفيديو الثاني على التوالي بالمستجدات الرياضية التي حصلت على الارض العراقية. نبدي باول واحد، بعدنا ما خلصنا منه ولا راح اخلص منه. علي رضا، حكيت لكم بفيديو سابق عنه وقصفناه. هذا الخسيس الايراني اللي طرد اللاعب المنتخب مالتنا ايمن حسين. اول شي طلع عندنا انه على اساس قالوا لاعب المنتخب السابق نشأة اكرم دافع عن الحكم علي رضا، بس خلينا نشوف سوا. هذا حكم دولي. لا حكم دولي على روحه. حكم دولي على روحه. يظلم فريق، صحيح. يظلم فريق مرشح للبطوله، وبهالطريقه هاي الساذجه حكم على روحه وافضل حكم على روحه مو عليه. عرفت شلون؟ حالة الطرد انا وياك، حالة الطرد اصلا ما الانذار مو انذار، ويجوز اذا يريد يعطي انذار على الحاله الثانيه يجوز يعطي انذار، بس الاول ما يعطي انذار حتى برر له. حتى برر له نيته السيئه. لا هذا حكم دولي نشأ. حكم دولي على روحه. شو يقول الافتتاحيه؟ كل الحكام منها دوليه. اسمع في حكم نشأ. شو يعطي الافتتاحيه؟ في حكم شو يعطي الافتتاحيه؟ اكو حكم مو دولي حكم كاساسيه؟ لا اكو حكم مو دولي حكم كاساسيه؟ لا انطل الافتتاحيه. ليش اكو حكم مو دولي؟ سؤال اكو حكم دولي ما حكم كاساسيه مو دولي ويحكم كاساسيه؟ جاوبني. لا يحكم هسه. شو ما يحكم هو؟ حكم دولي. لا عم الدين ليش يعطي الافتتاحيه؟ لا حبيبي على الافتتاحيه انت قبل شوي دقيقه انت شنو بدك تبرر؟ لانه ايراني؟ لا شنو؟ انا وياك قول خلاص ظلم. انا اقول لا خلاص يا جماعه ظلم الحكم. هسه قبل شوي تمريت بالعدق. لا ماكو نشأ، ماكو حكم يشيل حقد على لاعب. لا انت لاعب ولا لا اكو. لا تقول لي لا اكو لاعب. اكو حكام يحطون لاعبين براس. صحيح. وانا صارت واكو حكام هواي واكو حكام مرضى نفسيين. فريق كامل. اكو حكم يحقد على مو بس على لاعب. صح ولا لاعب؟ مليون في المية انا معك. هو صحيح خطأ. ما هاي خطأ. هاي هسه ما بيها كارد وخطأ كان لاعب. ليث ما عندك ليث. العفو اخوي ليث، اذا ما عندك معلومه تفيدنا لا تقعد تبرر. لا الله يخليك لا تقعد تبرر. هو يقول لك جاره كان جاره. ساعة تقول جاري، ساعة تقول صديق، ساعة تقول مو ايراني. جارك ولا صديقك شايف الحقد نشأ. ليه الانسان السوي ويتعامل مع المجموعه بسواسيه ما تكون ردة فعله بهالطريقه. هذه البادي لانجوج وجهه بهالطريقه. قلت لك انا خطأ. هو خطأ. قلت لك خطأ. ما طرد. لا ما تطرد. انا سوى فاقد. ليس انت الدين الحكم نفسه. انت الدين الحكم تقول انه هو افضل حكم باسيا مرتين. لازم يكون عنده حكمه اكثر. هو رد نشأة اكرم واضح وصريح بهاي المسألة، ما دافع ابدا عن الحكم الايراني، وقال بلساني اكو حكام هواية يحطون اللواعيب ببالهم وانا واحد منهم. بس بالاراء بالواقع الالكتروني اليوم نشاهد حتى اليابان وهواية دول علقت على هذا الطرد بانه طرد غلط. من ضمنهم على الاخبار يقول لك طرد المهاجم العراقي ايمن حسين لان كان ياكل العشب بكاساسيه. شغله غريبه هاي حتى بالمواقع الاجنبيه والمواقع اليابانيه كلهم مصدومين من هذا ردة الفعل اللي صارت من الحكم. فهي كان موضوع انتقامي بحت، كان دا ينتقم الحكم من العراق لا اكثر ولا اقل. ما اعرف ايش عنده ويا العراق، هل هو شغله قديمه صايره او عنده ثار قديم دي يحققه براس اللاعبين. اللاعب يختلف عن السياسة والواقع، هذا منتخب وطني وهاي كرة قدم الروح الرياضية تختلف عن السياسة، ما يجتمعون. فتعال شنو تنتقم؟ ما اعرف. نرجع نكمل. فسمعت اخر الاخبار، اخر المستجدات عندنا مهند قاسم مهند الحكم العراقي راح يحكم لعبة ايران وسوريا. اتمنى ما تقصر، احنا بلغناك لا تقصر بيهم. اذا تريد رد الثار بلك الله تطلون لك 6 لواعب ونخلص. واخر مستجدات هم تقول انه عدنان درجال ويونس محمود يقدمون شكوى. عندنا درجال ويونس محمود يقدمون شكوى للفيفا على اللي صار، الغبن اللي صار بالتحكيم، وان شاء الله يعودون المباراة. ولو انا احب اوضح لكم انه اعادة المباراة شغلة تصير دائما، وتصير اذا كان اكو فد سبب رئيسي او خطأ تحكيمي صار.
مثل ما صار احنا عندنا بلعبة العفو البحرين لعبة ب 2007 اتوقع، وعادوا ويا طاقشستان ما اعرف ويا يا فريق بالضبط، بس عادوا اللعبة بسبب خطأ تحكيمي بعد ما صوتوا الشعب وقدموا مذكرة بهذا الشيء، واتضح خلال إعادة المباراة انه اكو خطأ تحكيمي كبير صار بهذه المسألة، فعادوا المباراة. انا اتمنى يقدمون لمجلس التحكيمي هاي الشكوى ويعيدون النظر بالمباراة ويعيدون المباراة، لأن غبن كبير كان بحق العراقي، يعني كسرت شوكة الفريق المنتخب الوطني مالتنا بعد طردة أيمن حسين. فالفوز كان لعبة بيد الحكم، هو لعب وخسر الفريق العراقي، فوز الفريق الأردني. شكرا جزيلا لكم، هاي كانت آخر المستجدات اللي طرأت في الساحة العراقية، مع السلامة.